السلام عليكم. اول ما بدات في القناه كنت بعمل مونتاج وايديت وشغل الفيديوهات بتاعتي كلها على لابتوب من شركه ايسوس، ولكن اكتشفت بعد كده ان هو غير مؤهل ان هو يعمل شغل المونتاج اللي انا بعمله، وقررت ان انا اجيب كمبيوتر شخصي ديسكتوب بي سي، وده لانه اقوى جدا في الامكانيات وان هو يقدر يعمل مونتاج بشكل اسهل واسرع. ولكن كان في حلقه مفقوده كده دايما، ان انا ما ينفعش اوري شغلي للناس بره، ودايما شغلي في البيت، انا مربوط بشغلي ان هو في البيت. فقررت ان انا اشتري لابتوب تاني، وبعد بحث وتدوير لقيت اللابتوب. انا محمد سامي، وده ريفيو لابتوب اي لايف زد اير. خليكم معانا. اي لايف زد اير نسخة طبق الاصل من ماك بوك اير، حتى نفس الاسم اير. اللابتوب شكله حلو جدا جدا، بحيث ان سمكه تقريبا 16.2 ملي، وهو ارفع من الماك بوك اير تقريبا ب 0.8 ملي، حاجة لا تذكر يعني. المهم، اللابتوب بيجي بمخارج كافية الى حد ما، 2 فتحة يو اس بي 2 للاسف مش 3، وفتحة السماعة 3.5 ملي، وميني اتش دي ام اي عشان لو عايز تعرض اللابتوب على بروجيكتور او شاشة، ومايكرو اس دي كارد لتزويد الذاكرة الداخلية. فمن اليمين عندنا فتحة اليو اس بي وفتحة الاتش دي ام اي وفتحة الشاحن اللي بيجي شبه شاحن نوكيا الرفيع، ومدخل الميموري كارد. اما من الشمال فهنلاقي فتحة اليو اس بي واحدة، وفتحة السماعات 3.5 ملي، وبالمناسبة دي فتحة سماعة ومايك زي بتاعة الموبايل كده. اي لايف زد اير مصنوع من البلاستيك اللي انا شايفه رديء الى حد ما، ولاحظت تزييق فيه لما تمسك اللابتوب، وده يرجع لرداءة الجهاز، ولكن بالنسبة لي ما كانش مشكلة قوي بالنسبة لسعر. مسكة اللابتوب مريحة جدا، والميزة هنا ان وزنه تقريبا 1.5 كيلو، يعني هيبقى سهل انك تشيله في اي مكان، وكمان ممكن تفتحه بايد واحدة بدون الحاجة لانك تمسكه بايدك الاتنين عشان يفتح، مع انه وزنه خفيف، وده بالنسبة لي كان أهم حاجة. الكيبورد بتاعته وضعيتها مريحة جدا، ولكن الأزرار نفسها ما بتاخدش المشوار بتاعها الكافي في الدوس عليها، بمعنى إن المشوار بتاع نزول الزرار نفسه قصير جدا، وده ممكن يتعبك في الكتابة على فترات طويلة، ولكن هتتعود عليها بعد فترة. أما عن التراك باد فهي من أسوأ التراك بادز اللي أنا استخدمتها الحقيقة. خامتها بتيجي أخشن من اللابتوب نفسه، ليه؟ أنا معرفش الصراحة، ومش دقيقة نهائي. والغريب هنا اني حاولت اظبط سرعتها من الويندوز نفسها، السرعة مش بتتأثر، يعني هي ليها سرعة واحدة ثابتة مش بتتغير، ولكن بتأدي الغرض. ولاحظت اني اتعودت عليها بقالي فترة، ولكن برضو بستخدم ماوس معاها في حالة كنت في البيت. كنت بره البيت بستخدمها عادي والدنيا بتمشي. الرايت كليك واللفت كليك فيها مش معمولين صح، بمعنى ان الرايت كليك بتسمع صوته وهو بيداس، اما اللفت كليك مش بتسمع اي صوت، فمش بتعرف اذا كنت دوسته ولا لا. ولكن وضعية الكتابة على اللابتوب ووضعية ايدك وانت بتكتب عليه مريحة جدا، ومش هتحس باي تعب، وده لانهم نسخوا تصميم الماك بوك اير بالملي، فده فادنا في النقطة دي. اللابتوب بيجي بنسخة واحدة، وهي بتيجي بشاشة 14 بوصة بدقة اتش دي، ورامات 2 جيجا غير قابلة للزيادة، ومعالج انتل اتوم رباعي النواة بتردد 1.8 جيجا هرتز، وهارد اس اس دي بمساحة 32 جيجا بايت غير قابلة للزيادة. واخيرا وليس اخيرا، كاميرا امامية بدقة 2 ميجا بكسل، واللي كان ادائها مرضي الى حد ما. العتاد ده الى حد ما قليل، ولكن ما كانش مشكلة بالنسبة لي نهائي في تصفح النت وتخليص الشغل عليه نهائي. بالعكس، اداني اداء كويس جدا من حيث سرعة فتح الانترنت والتصفح بشكل سريع والداونلود، ولكن مشكلتي الوحيدة كانت في مساحة التخزين، واللي هي 32 جيجا بايت، وللأسف ما تقدرش تزود سعة الرام او الهارد او تغيير اي حاجة في الجهاز. ولكن بفضل فتحة الميموري كارد فحطيت له ميموري كارد 64 جيجا، وبقى عندي مساحة تخزين تقريبا 96 جيجا، منهم 8 جيجا للويندوز، يعني تقريبا 88 جيجا من مساحة التخزين. وكده كده مش هخزن عليه حاجات كتير، يدوبك حاجات الشغل ومستندات وفايلات خفيفة. الشاشة ال 14 بوصة بتيجي بدقة HD، وعليها كوتنج عشان ما يعكسش الضوء على الشاشة، وده شيء كويس جدا. ولكن زوايا الرؤية بتاعتها ما عجبتنيش نهائي، بحيث انك لو ما ظبطتش فتح اللابتوب على مستوى نظرك مش هتشوف بطريقة صحيحة. ولكن الريزوليوشن بتاعها كان كويس، وما لاحظتش ان الشاشة رديئة الى حد ما بالنسبة لسعره. سماعات الجهاز اللي هم سماعتين في اسفل اللابتوب كويسين الى حد ما، صوتها عالي ولكن مش نقي بالدرجة الكافية، فكنت بعملها على 80% دايما، بتديني اداء كويس وبيقضي الغرض. نيجي لاهم حاجة في الجهاز، واللي هي البطارية.
الجهاز بيجي ببطارية 10000 ملي امبير، واللي ادائها كان مرضي جدا بحيث انها قعدت معايا حوالي 8 ساعات من وقت الاستخدام المتواصل. ساعات كنت بسهر عليه للصبح من غير ما احطه على الشاحن، وانا شايف انها ميزة كبيرة جدا بالنسبة لأي لابتوب. فالبطارية ادائها قوي جدا، ولكن عندي تعليق بخصوص الشحن، انها تقريبا بتاخد وقت شحن من 0 ل 100 في 5 ساعات، وده انا شايفه رقم كبير جدا، بحيث انها لو فاضية ومحتاج تشحنها عشان تخلص شغلك في مكان مثلا مش هتعرف عشان وقت الشحن كبير جدا، ولكن ممكن تاخد معاك الشاحن في اي مكان وتشحن. واخيرا وليس اخيرا، اللابتوب بيجي بنسخة ويندوز 10 مجانية مثبتة مسبقا، وبيجي ب5 جيجا من مساحة التخزين السحابية او كلاود ستورج من مايكروسوفت وان درايف مجانا. فلو عايز حاجة تقضي الغرض وتخلص شغلك عليها في السريع، وكمان اهم حاجة شكله وتصميم شيك جدا، فده اللابتوب اللي هيكون مناسب ليك. تمام، اللابتوب ده معمول لمين؟ معمول لواحد مثلا عنده قناة على اليوتيوب وعايز يتابع الكومنتات وعايز يتابع اشغاله كلها اللي هي على اليوتيوب، عنده صفحة على الفيسبوك عايز يتابعها، يتابع عموما مواقع التواصل الاجتماعي وتصفح اليوتيوب، يعمل شغل باوربوينت وورد اكسل، او ممكن يعمل برضو برزنتيشن على الباوربوينت ويعرضها من خلال مدخل ال HDMI. ولكن مثلا لو انت جيمر او بتحب الالعاب مستحيل تجيب اللابتوب ده، او لو انت بروجرامر او اديتور او ايا كان، او عندك قناه على اليوتيوب وعايز تستخدمه في المونتاج، مستحيل تجيب اللابتوب ده لانه اساسا مش هيقدر يفتح البرامج دي. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا النهارده. لو عجبك الفيديو دوس لايك واعمل سبسكرايب للقناه عشان تتابع كل جديد من القناه. كان معكم محمد سامي، السلام عليكم.